الحكم يحرم منتخب أسودنا الأبطال من ركلتي جزاء كان لهما تأثير في نتيجة مباراة نصف نهائي مونديال قطر 2022 بين المغرب وفرنسا. رغم الغيابات لبعض لاعبي أسود الأطلس الرسميين بسبب الإصابة، إلا أن النخبة الوطنية أدت مباراة بطولية مستوى راق نوه به الجمهور العالمي الشغوف بكرة القدم. تحية وإجلال لفريقنا الوطني على علو كعبه في المستطيل الأخضر، وكذلك على سمو أخلاقه الذي أبهر وأبدع ونال إعجاب وتقدير العالم. مزيدا من العطاء لرفع راية المغرب خفاقة في المحافل العالمية. شكرا لكم أسود الأطلس، عشنا حلما رائعا بصحبتكم. ديما مغرب، ديما ماروك.